معلومات لازم تبقى في دماغك قبل ما تفكر تشتري مدرب أو تلعب بأسلوب لعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس اللايك الجميل بتاعك. النهاردة إن شاء الله جايبلك شوية معلومات كده لازم تحطها في دماغك قبل ما أنا أفكر أشتري مدرب أو أفكر ألعب بأسلوب لعب. المعلومات دي لازم تبقى عندك، اللي هي إيه؟ اللي هو أنا قبل ما أفكر أشتري مدرب لازم أعرف أنا هلعب بأسلوب إيه، لأن اللعبة اتغيرت عن زمان. زمان كنت بتختار المدرب على حسب نقط فريقك، يعني أنا كنت بختار المدرب القوي عشان يستوعب نقط الفريق القوية، لأنه كان بيعتمد على نقط أو طاقة مجموعة طاقات اللي لعبوا مع بعض كانوا بيتجمعوا وبيدوك عدد. لازم المدرب ده يكون الطاقات بتاعته أعلى من العدد ده. لو دخلنا كده على قائمة المدربين يا صاحبي هتلاقي الدنيا اتغيرت تماما. بقى حاليا المدرب بيفرق في اللعب، في تمركزات اللعيبة، بيفرق في كل حاجة. لو جبنا كده أساليب اللعب، أول حاجة معانا الكويك كونتر. لما أقول كويك كونتر هو مفيش كله بيروح لكلوب. طب هل مفيش غير كلوب؟ لا، في غير كلوب. في مدرب اليوفي أنا عامة كنت بلعب بيه، ولكن كله بيروح لكلوب لأن كلوب أعلى واحد في الطاقة بالنسبة للكويك كونتر. إنما المدربين التانيين بتلاقيهم أقل من كلوب في الطاقات، ولكن ليهم مميزات مختلفة عن كلوب. إزاي؟ يعني لو دخلنا على المدرب اللي قدامك ده هتلاقيه يا صاحبي بيزود اللعيبة اللي هي عندها 23 سنة طاقاتها بتزيد معاه. كلوب بيزود إيه؟ بيزود اللعيبة الخمس نجوم. خمس نجوم كلوب هيفيدك وهيزود لك لعيبة اللي هو بتاع أوروغواي ده أو المدربين اللي تحت. بتلاقي في اللي بيزود خمس نجوم، في اللي بيزود الأطراف، في مدربين بتزود نص الملعب، في مدربين بتزود اللعيبة اللي عندها 23 سنة. فهي كده. ولكن طب ايه هو اسلوب الكويك كونتر؟ الكويك كونتر ده يا صاحبي بيعتمد على انت بتستقبل اللعب، بيبقى عليك انت الضغط، وبتتحول بسرعة لما بتقطع الكورة. ازاي؟ لو دخلنا كده على التشكيلة يا صاحبي هتلاقي عندك التشكيلة بتاعتي حاليا اللي انا هشرح عليها. انا بلعب 4-1-3-2-1-2. عندي صاحب ال ام اف والار ام اف والال بي والار بي لازم يكونوا صراع جدا، والباكات اللي هو ال بي والار بي لازم يكونوا هجوميين، لان انت بتلعب كويك كونتر ما بتدافعش. انا عايز او مسافة مقطع الكورة اتحول في لحظة للهجوم، لان ده كويك كونتر ما اقعدش اباص لتحت. انا ما بلعبش استحواذ، انا عايز اتحول في اسرع وقت ممكن، لان الخصم وهو جاي عليا بيهاجم بعدد كبير. فانا لازم لما اقطع الكورة ارمي سرولوب، ارمي ثرو جامد، ارمي باصه جامده، اباص قدام بسرعه. هو ده الكوك كونتر. لازم يكون معايا باكات هجوميه اللي بي ار بي هجوميين. ما ينفعش بلعب بكوك كونتر ولا واحد بيلعب له بافارد او كوندي او اروخو النسخه الجديده على سبيل المثال يعني. فهو ده الكوك كونتر. انا عايز اتحول بسرعه، مسافه مقطع الكوره، مسافه ان انا اتحرك ابني الهجمه لقدام. محتاج برضه معاك يكون معاك سرعات، لازم يكون معايا سرعات، لان ازاي هنقل الكرة بسرعة وانا لعبت بطيئة؟ فده كان الكون كنت. ما فهمتش يا صاحبي؟ عيد الفيديو تاني وهتفهم باذن الله. لو دخلنا كده على الاسلوب التاني هو البوزيشن. اول ما اقول بوزيشن بتلاقوا كله بيروح لجوارديولا. طب في فرناندو سانتوس، في مدربين تانيين، ولكن زي ما قلت لك نفس الحكاية في الكويك كونتر، هي نفس الحكاية في البوزيشن. في مدرب بيزود الخمس نجوم، في مدرب بيزود اللي هو 23 سنة، في مدرب بيزود نص الملعب، في مدرب بيزود الأطراف. فهي كده، ده الفرق ما بين المدربين. إنما جوارديولا أعلى واحد كطاقات، فبتلاقي كله بيروح له. طب ماشي، إيه هو البوزيشن؟ البوزيشن ده يا صاحبي بيعتمد إن أنت بتعرف تنقل كورة صح من تحت. ما ينفعش أنا مثلا ما بعرفش أنقل كورة من تحت وراح ألعب بوزيشن. أنت كده يا صاحبي هتعمل أخطاء كارثية في الدفاع. لازم تكون انت بتعرف تنقل كرة صح. بوزيشن عايز خطة يكون مثلا 4-3-3، لعيبة قريبة من بعض، خطة تكون لعيبة قريبة من بعض، هتنفع معاك البوزيشن. لكن لو ما بتعرفش تباصي ما تلعبش بوزيشن، لأنه بيعتمد على التيكي تاكا والهجمات المرتدة. هجمات مرتدة بيعتمد على الباصات الكتير من تحت وبين اللعب من تحت، فلازم تكون متمكن منه. بعد كده الأسلوب التاني عندك اللي هو الأوت وايد.
اوت وايد ده عايز واحد يكون ذكي جدا جدا جدا. ليه؟ هو يا صاحبي عبارة عن ان انت بتاخد الكورة او بتبني هجمتك في ناحية، بتاخد الخصم تسحب الخصم من ناحية، بعد كده بثرو لوب الناحية التانية او باصة جامدة الناحية التانية بتغير الملعب، بتلاقي الهاف او الباك الناحية التانية فاضي، وروح بقى وعرض بتبقى لعبتك انفرادات. ولكن ما ينفعش، لازم عشان تلعب بالاسلوب ده لازم تكون متمكن جدا من اللعب اللي هو السرعات الطويلة او الباصات الطويلة، ان انت تسحب الخصم او تجيب الخصم من ناحية وتغير الكورة الناحية التانية. عندك طبعا افضل واحد وهو تخل زي ما شفنا مع بعض، فهو ده افضل واحد في الاوت وايد. بعد كده يا صاحبي عندنا اللي هو اللونج بول كونتر اللي انا بلعب بيه، اللي هو اسلوب سيميوني المدرب بتاع اتلتيكو. اللونج بول كونتر يا صاحبي هو نفس الكويك كونتر بالظبط، ولكن الفرق بين ده وده ان ده لونج بول كونتر من اسمه. لونج بول يعني انا بلعب كرات طويلة، ولكن كرات طويلة مش وخلاص. ان انا عندي مبابي قدام سرعة، عندي لويس دياز طيارة، عندي كارلوس سولر هو وارنولد الاتنين بيبدلوا مع بعض، واحد بيطلع واحد بيفضل. فانا الاسلوب ده بيعتمد على ان انت استقبل ضغط، استقبل لعب، اسحب الخصم، او مسافة ما نقطع على الكورة ادي ثرو جامد، مش ثرو اللي هو ثرو كده دوس على الزرار، لا ثرو جامد اللي هو البنفسجي. قد باصة جامدة تلاقي لعبتك راحت في المساحات، بتلاقي عندك مساحات كتيرة جدا. فهو ده اللونج بول كونتر، عايز لعيبة سريعة، محتاج معاك مهاجم سريع، عايز لعيبة جامدة جدا في النص اللي هو السي دي ام او صانع اللعب، لان هو بيدي السرعات الجامدة دي. عندك يا صاحبي لازم يكون معاك باكات سريعة جدا، ولكن انا بالنسبة لي بعتمد ان واحد يكون هجومي وواحد يكون دفاعي، او مش يكون دفاعي اللي هو يكون متوازن ما بيزيد وبيرجع، عنده نقاط دفاعية كويسة متوسطة، مش لازم يكون دفاعي، ولكن انا عندي ناحية تانية هجومية، فانا لازم اوازن ما بين الاتنين. فايه ده كان كل حاجة معانا النهاردة، اتمنى تكون فهمت الاساليب، اتمنى تكون استفدت ان انا ازاي اختار المدرب. فلو استفدت او مش فاهم حاجة اكتب لي في الكومنتات، فاكتب لي يا صاحبي بتلعب باسلوب ايه تحت، وبتلعب بمدرب مين. لو بس يا صاحبي يعني هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، انا حاولت افهمك معلومه او حاجه ممكن تكون عند بعض الناس، ولكن في ناس متعرفش المعلومه دي. لايك واشتراك، محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات يا صاحبي، مش هتاخر عليك لان انا عامل القناه دي عشان افيدك ونستفيد سوا يعني. ما فما لو محتاج اي حاجه اي معلومه اكتب لي في الكومنتات، لايك واشتراك. اشوفك في فيديوهات تانية كتير يا زميلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.